تعرفي ان التجارب السيئه اللي بتحصل يوم الولاده بتكون كافله ان هي تغير توجه ناس كتير جدا لاتجاه معين، واللي للاسف بيكون كتير جدا منها تجارب شخصيه. اوقات كتير بيكون تصرف واحد بس يوم الولاده بيقفلك من التجربه ككل. واكتر حاجه بتبقى عرضه للنوع ده من المشاكل هي الولاده الطبيعي، لانه بسبب طبيعه النوع ده من الولاده لازم يكون في تعاون مستمر بينك وبين الطبيب بتاعك او الممرضه. وده بالظبط اللي بيحصل معاكي من اول ما تدخلي من باب المستشفى، من اول كتابه الهيستوري والتاريخ المرضي لحد ما تقومي بالسلامه وتخرجي بالبيبي. فلو افترضنا مثلا بحكم طبيعه شغل الدكتور ممكن يكون بقاله يومين مطبق وما نامش، فغصب عنه الفيس ايموشنز بتاعته بقت مديه الشكل ده، ما عادش عارف ان هو يضحك في وش حد. ده طبعا بالاضافه للتمريض او العمال او اي حد من التيم موجود وقت الولاده بتاعتك. واحنا هنا لسه ما دخلناش مع اي تعامل طبي ممكن تعتبريه مش متكافئ مع درجه تحملك للالم، وده طبعا عكس القيصريه تماما. الا اول ما بتروحي وتبداي كده تسلميهم نفسك بيكون التعامل معتمد بنسبه 100% على الفريق الطبي اللي هيتعامل معاكي، وده بالظبط لحد ما تخرجي من باب العمليات. لانك اول ما بتفوقي تبداي تستعيدي حركه جسمك، بيبداوا يطلبوا منك تبداي تتحركي. علشان كده بعد مناقشتك مع الدكتور بتاعك وتحديد نوع الولاده المناسب لازم يكون قرارك معتمد على معلومات طبيه بعيد تماما عن اي تجارب شخصيه. من واحده مثلا ممكن تكون اتضايقت من الدكتور بتاعها يوم الولاده، او مثلا حصل موقف معين بينها وبين ممرضه، او الفحص بالنسبه لها كان مؤلم او مش متحملاه، او ان الخياطه اللي بتتعمل وقت الولاده الطبيعي اللي احنا بنقول عليها شق العجان كانت مؤلمه بالنسبه لها او ما لمتش بسرعه، او حصل فيها عدوى لاي سبب ما. وللاسف مهما كانت الولاده كويسه العقل بيخزن بس التجربه السيئه ويبدا يعمم عليها التجربه كلها. علشان كده في شويه حاجات مهمه جدا ان انت تعمليها قبل الولاده. اول حاجه طبعا انك تكوني مرتاحه مع الدكتور اللي انت متابعه معاه وتتناقشي معاه في اي حاجه تكون مسببه لك خوف او قلق. تحديد نوع الولاده، ولو انت مقرره طبيعي بس من النوع اللي مش بيتحمل الالم اتناقشي مع دكتورك عن امكانيه الولاده بدون الم. وخليكي متاكده جدا ان تجربه الولاده بتختلف من واحده للتانيه، فحاولي يكون عندك ثقافه واعيه عشان تقدري تفهمي وتتعاملي مع اليوم ده كويس جدا.